اهلا وسهلا بحضراتكم متابعي الكرام الرباط الجميله. وكان لي الحظ النهارده التقيت بالاستاذ المحجوب الدوة ابن العيون الجميله، ويعطينا كده اطلاله على هذا المنتدى في الرباط. فاهلا وسهلا بك. يا مرحبا، وفرصة سعيدة نلتقي بك مرة أخرى في هذا اللقاء الغير المقرر أو المحدد. فكان فرصة سعيدة. نحن الآن في أطوار المناظرة الإفريقية للحكومة المنفتحة التي تنظمها وزارة الانتقال الرقمي وتحديث الإدارة بالمغرب، والتي من خلالها تطمح إلى جمع التجارب الإفريقية في مجال الحكومة المنفتحة أو لو جي بي اوبن جوف بارتنرشيب، والتي هي تعتبرها أحد أهم المبادرات الدولية في مجال دعم مشاركة المواطنين والمجتمع المدني في التدبير والتسيير والتنمية. نعم. لماذا اعتبرتها ذكرت الآن أحد أهم المبادرات؟ لماذا؟ ما هي الركائز اللي ركزت عليها على هذا التوصيف الأهم المبادرات؟ فعلا، يعني اولا هي مبادره غير متاحه لجميع الدول. هي ابتدأت في 2012 بقياده الولايات المتحده والاول البرازيل وبعض الدول الاخرى، ولديها شروط محدده من اجل الولوج اليها. يعني ان يكون هناك انفتاح على مستوى المعلومات، اتاحه المعطيات، يعني مشاركه المجتمع المدني في مجموعه من الامور. الحمد لله المملكه المغربيه استطاعت ان تستوفي الشروط وانضمت الى هذه المبادره سنه 2018، علما على أن المستوى العربي هناك فقط 3 دول في المبادرة: المغرب، تونس، والأردن. نعم. وحتى على المستوى الإفريقي هناك فقط 6 إلى 7 دول منخرطة. كم دولة؟ 6 إلى 7. نعم. فالمملكة المغربية ترسخ ريادتها في المجال بأنها تدعو وتحفز باقي الدول الإفريقية والدول العربية على أنها تنخرط في المبادرة، لأن أهميتها أو انعكاسها الجيد على مستوى التنمية، على مستوى البناء المنهجي والتفكير الاستراتيجي، أنه البناء يأتي من الأسفل بإشراك المواطنين والمجتمع المدني في التنمية، في التخطيط، في وضع المخططات الوطنية. وكذلك هذه المبادرة هي ليست صك مفتوح للمشاركة. أي دولة لا تلتزم بالمعايير فإنها مع الوقت يتم استبعادها. يعني هناك شروط وانضباطات يعني على المستوى الدولي. نعم. المملكة المغربية مشت أكثر من ذلك. نحن الآن نتحدث عن لوجو بي لوكال، أنه كيف يتم إنزال الخطة الوطنية من وطنية إلى خطة محلية على مستوى المحافظات والجهات. نعم. والسنة الماضية الحمد لله انضمت جهات العين الساق الحمراء لمبادرة. ده اللي أنا كنت عايز أسألك عليه. يعني تم قبول استوفت الشروط المحلية وقبل إذا نبارك والله لكل الفاعلين في مدينة العيون الجميلة الرائعة، سواء بقى يعني الإدارة مدينة العيون، جماعة العيون، وأيضا الولاية. أخوي العزيز الرائع أستاذ المحجوب، المغرب وإفريقيا، كيف ترى الانفتاح المغربي الآن، وكيف ترى التمدد المغربي في قارة إفريقيا؟ أرى أنه يعني مؤخرا الإخوة العالم ككل أو الإخوة المشارقة يعرفون فقط المغرب في إطار الريادة الرياضية أو الكروية. نعم. ولكن هناك ريادة أخرى، ريادة دبلوماسية وريادة في مجالات أخرى، من ضمنها الحكومة المنفتحة، والتي المغرب لديه سياسة منفتحة وسياسة يعني تشاركية. إذا ما وصل إلى موقع ما يحب دائما أنه ينقل تجارب وخبراته للآخرين، وأنه هو يعني يشجع من أجل الانخراط أكثر. وهذا هو الأساس اللي جاءت فيه هذه المناظرة الإفريقية من أجل الحكومة المنفتحة. ونحن أيضا في مناظرة مع أخونا العزيز المحجوب الدوة وابتسامته الجميلة. نشكرك والله على أول حاجة على يعني أنك جئت من العيون وتحملت عناء السفر، ولكن أنت يعني لك أيضا حضور دائما في هذه المناسبات الوطنية الرائعة. شكرا لك والله، وأيضا نشكر كل متابعينا الكرام ومزيد إن شاء الله من التوفيق، وأهلا وسهلا بك. شكرا لك، وشكرا لجميع المتابعين لك في الصفحة. تسلم أستاذنا، الله يحفظك. شكرا لك.